الدراسة دي قالت إن أكتر حاجة خلت الناس سعداء لا الفلوس ولا الشهرة. عمرك يا صديقي سألت نفسك ليه ساعات بنضحك رغم إن ممكن يكون جوانا حزن؟ ليه في ناس عندها كل حاجة رغم ده مش سعيدة؟ السعادة في أوقات كتيرة بتكون حلم غالي، ومهم نعرف ليه السعادة في أوقات كتيرة بتكون بعيدة عننا. السعادة يا صديقي هنا مش لحظة ضحك وخلاص، ومش دايما معناها إن كل حاجة تمام. علم النفس بيقول إن في فرق كبير جدا بين البهجة المؤقتة والسعادة العميقة. البهجة ممكن تكون لحظة زي لما تطلب أكل مثلا بتحبه أو تشتري حاجة جديدة. السعادة بقى عمق داخلي بيجي من الامتنان والتوازن والمعنى. في واحدة من أطول الدراسات النفسية اتعملت في العالم في جامعة هارفارد، تابعت حياة 724 شخص لأكتر من 75 سنة. الدراسة دي قالت إن أكتر حاجة خلت الناس سعداء لا الفلوس ولا الشهرة، لكن لقيوا إن العلاقات العميقة الحقيقية ورضا النفس أكتر حاجة خلت الناس دي مبسوطة. وده يودينا يا صديقي لسؤال مهم جدا: هل السعادة قرار؟ الإجابة لكن جزئيا، لأن في عامل مهم جدا بيتدخل في ده، وهو تفسيرنا للأحداث. في ناس بتعدي بنفس الظروف، واحد بينهار واحد بيخرج منها أقوى بكتير. الفرق هنا يا صديقي مش في الحدث اللي بيحصل، الفرق هنا ازاي الشخص بيشوف نفسه في اللحظة دي وبيشوف اللي حصل له. ربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هنا يا صديقي هي الجوهر الحقيقي للسعادة، ومش معناها طبعا الغنى أو الراحة الدائمة، ولكنها تحديدا هي راحة القلب والبال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. السعادة الحقيقية هنا لما بنربط نفسنا بمعنى وهدف ورسالة، لما بنعرف إن ربنا سبحانه وتعالى بيختار لنا الخير حتى لو مش باين. يعني مثلا شاب بسيط شغال في مهنة متواضعة، بس كل يوم بيقرر انه يساعد حد وبيحس ان ليه اثر رغم تعب الشغل، لكنه بيضحك من قلبه. يا ترى ليه؟ عشان لاقي المعنى في العطاء. أو بنت مثلا مش لاقية وظيفة أحلامها بس بدأت تشارك في عمل تطوعي، لقيت نفسها في المكان ده. السعادة مش دايما جاية من اللي بنحصل عليه، أوقات كتير بنلاقيها وإحنا بنقدم السعادة والعطاء والخير والحب لغيرنا. تعالى يا صديقي أقول لك على الروشتة اللي هتخليك إن شاء الله سعيد. 1. مرن عقلك على الشكر والامتنان اليومي. حاول انك تكتب كل ليلة 3 حاجات بسيطة فرحتك. 2. حاول تكلم نفسك كل يوم بنوع من الإيجابية، بدل ما كل يوم تجلد نفسك أو تتهم نفسك بالفشل، قول إن أنت بتحاول تتعلم. 3 ودي مهمة جدا: قوي نفسك وعلاقتك بالناس اللي انت بتحبهم. مش شرط يكون ناس كتيرة، بس المهم تكون ناس حقيقية. 4. قرب لربنا سبحانه وتعالى وصلي لربنا وادعي لربنا من قلبك. 5. شوف الشمس، اتحرك، اسمع قرآن، كل ده بيغذي روحك وعقلك وجسمك في نفس الوقت. السعادة يا صديقي مش بعيدة، بس محتاجة منك تغير مكان البحث والناس اللي انت معاهم دلوقتي. يمكن كل يوم بتدور لكن نسيت تبص جواك. افتكر دايما يا صديقي ان انت تستاهل انك انت تعيش بسلام، وانك لما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بتضحك حتى وسط الصعاب. وخليك دايما فاكر يا صديقي انه لسه بدري.